في المقادير عندي 200 غرام ديال الزبده، كاس ديال الزيت، 2 بيضات، 3 القطع ديال الفرماج مثلث، معلقه صغيره ديال الملح، معلقه صغيره ديال التحميره او البابريكا، ومعلقه صغيره ديال الموطاد اللي هو الخردل. والطحين عندي 600 غرام ديال الطحين، ودائما الطحين كيبقى حسب الخليط كنخدمو على حساب السوائل اللي عندنا. كاين الطحين اللي تيشرب وكاين اللي ما تيشربش، وحتى البيض كاين بعض المرات كنستعملوا البيض كبير وبعض المرات كيكون البيض صغير. في قصريه اولا اناء غادي نخلط جميع المكونات. بالنسبه للزبده تقدروا تستعملوا حتى الزبده حيوانيه ولا الزبده ديال المارغرين، كتبقى الزبده حسب الاختيار وحسب المتوفر. غير الزبده ديال العلب وديال الزبده سبيسيال يعني الزبده اللي من نوع جيد كتعطينا مذاق زوين بالنسبه للصابلي. صافي هنا كيف ما شفتوا نضبط الزبده، الفرماج، البيض، التحميره اللي هي الفلفله حمراء، الزيت، وغادي ندلكهم مزيان. في هذه المرحله ضروري ما كندلك الزبده مع البيض والفرماج حتى كتطلق شويه. ضروري ما كندلك الزبده مزيان في هذه المرحله مع المكونات قبل ما كنضيف عليهم الطحين، لان من بعد ما نحط الطحين ما غاديش ندلك العجين. كيف ما تعرفوا صابلي ما كيبغيش يدليك، بحال صابلي مالح بحال صابلي اللي بالسكر، كنخدموهم بجوج بنفس الطريقه وبنفس الخدمه. كندلك انا الزبده مزيان حتى كترجع عندي بحال الكريمه. وإلا ما دلكاش لكم مزيان بالنسبه للمبتدئين غتجيهم صعيب الزبده تدلك لان ما فيهاش السكر. كديروا نص كاس ديال الطحين وكتدلكوا به الزبده. غير في المرحله الاولى كديروا نص كاس، ومن بعد ما كتدلكوا الزبده مزيان وتطلق لكم كتبداو كتضيفوا الطحين شويه بشويه حتى كتجمع عندكم العجين. بالنسبه للعجين كيكون مرخوف شويه ومطلق، ما كيكونش قاصح بزاف اولا شارب لينا الطحين بزاف. صافي هنا كيف ما لاحظتوا ضفت الخميره اللي هي الخميره الكيماويه من وزن 7 غرام، وكنجمع العجين كيف ما تلاحظوا غير باطراف الاصابع، ما كندلكش العجين نهائيا. بالصابلي كيجينا مقرمش وزوين من بعد ما كيطيب. وبالنسبه للملح ديروها مع المكونات من الاول، انا راه غير نسيتها وما درتهاش، غادي يبان لكم درتها حتى الاخر من بعد ما جمعت العجين. من بعد ما جمعت العجين ودخلت فيها الكميه ديال الطحين المذكوره اللي هي 600 غرام، لقيت العجين مازال مرخوفه في يدي وخاصه شويه ديال الطحين. ضروري العجينه يكون الطحين ديالها مضبوط، ما تكونش مرخوفه بزاف كتلصق لينا في اليد وما تكونش قاصحه. هنا ضفت لها نص كاس ديال الطحين ما يعادل 50 غرام، يعني في المجموع استعملت 650 غرام ديال الطحين مضبوطه. صافي وكنديو نجيب العجينه ما بين يدي حتى كتشرب لي الكميه ديال الطحين اللي ضفت بلا ما كندلكها. ضروري صابلي باش كيجينا ناجح لا في الطياب ولا في الخدمه وحتى في الفينيسيو ديالو ما كيتهرش لينا، ما كندلكوش غير كنجمعوه بالاطراف ديال الاصابع ديال يدينا وكنديو نجيبو العجينه بهذا الشكل حتى كتشرب لينا الطحين. لان لا دلكناه صابلي من بعد غيجينا كيتفرتت وكيتهرس وحتى في الخدمه ديالو غتجينا الخدمه صعيبه. وهنا كيف ما تلاحظوا بالنسبه للملحه راه نسيتها غادي نضيفها ونحاول نجمع العجين وندخل فيها ديك الملحه باش ما كتبقاش خارجه على برا، لان ما درتهاش من الاول باش غادي يذوب. ضروري ما كنديو نجيب العجينه حتى كندخل فيها الملحه مزيان. هنا كيف ما تلاحظوا العجين كيكون رطب وكيتكور ليا في يدي بسهوله بلا ما كيتشقق، يعني هنا العجينه كتكون ناجحه ما خاصهاش طحين وما فايتاش في القياس ديال الطحين، يعني 650 غرام مضبوطه بالنسبه لهاد المقادير. من بعد كنقسم العجين على جوج ديال الكرات لان غادي ندير منها جوج ديال الاشكال، وكنطلق العجين بالطريقه العاديه كيف ما تنطلقوا صابلي، سواء كان بالسكر سواء بالملح. كنطلقوه والسمك تيبقى على حسب الرغبه وحسب الاختيار. بالنسبه لي انا هاد الشكل غادي ندير غير قطعه واحده لان المالح ما غاديش نلصق جوج ديال القطع، كنخليه شويه غليظ. بغيتو ترقوه كترقوه، بغيتو تخليوه غليظ كتخليوه غليظ، المهم تيبقى على حسب الرغبه. انا كنفضل الحجم اللي تيكون دائما متوسط. من بعد ما كنطلق العجين كنرش الوجه ديال العجين بالدقيق باش ملي نقلبها تنقطعها وكتهز لي بسهوله. بالنسبه لهذا الشكل هنا وريتكم المراشم اللي غنخدم بهم، الشكل دائري والشكل اللي مربع. بالنسبه للمراشم كتقطعوا باي مرشم كتفضلوه وتعجبكم الشكل ديالو، ماشي ضروري تخدموا بشكل دائري اولا مربع، اي مرشم كتفضلوه وتعجبكم الشكل ديالو تتقطعوا به. هنا كيف ما تلاحظوا من بعد ما ترشم ولا تنقطع العجين كيكون هذا هو السمك ديالها، ما كتكونش غليظه بزاف وما كتكونش رقيقه، ومازال ما غتدخل الفرن غادي يتزاد في الحجم ديالو. صافي وغادي نستف وحده حتى كنكمل الشكل الاول. هنا غنوريكم هذا الشكل
اللي غنقطع به. هذا الشكل كنقطع به بالنسبه للحلوه ديال اللوز، لان ما عنديش مرشم دائري فقطعت بهذا وقلبته. ما قطعتش بالجهه اللي كتكون مسنه، قطعت بالجهه اللي كتكون سامبل. واللي عنده المرشم مسنن تيقطع به احسن، ولكن ما يكونش هذا الشكل لان هذا غادي يدخل لينا في العجينه، لان هذا المرشم خاص بالحلوه ديال اللوز. صافي وبنفس الطريقه غادي نخدم الشكل الثاني حتى هو تيكون بنفس السمك. كيجيونا الاشكال بجوج في نفس الحجم، ما كيجيش واحد غليظ وواحد رقيق. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل باقي العجين اللي عندي، ونستف وحده حدا وحده بالنسبه للقطعه ديال الصابلي. ومن الاحسن نفرشوا الصينيه ديال الفرن ورق ديال الطبخ، لان غندهنوا العجين بالبيض. فلا ما درناش الورق ديال الطبخ غادي يلصق لينا في الصينيه ديال الفرن اولا الطاوه، وملي تيطيب الصابلي كيصعب علينا نهزو من الصينيه لانه كيلصق مع البيض وكله غادي يجينا مهرس. فمن الاحسن نستعملوا الورق ديال الطبخ. بالنسبه للتزيين عندي هنايا الزريعه البيضاء، الزنجلان ابيض، الزريعه الخضراء، اللوز ايفيلي، والبافو الحبوب ديال البافو اللي هو الخشخاش، والبيض باش غادي ندهن القطع ديال الصابلي. بالنسبه للبيض كنضيف ليه شويه ديال الملحه وقطرات ديال الخل. بالنسبه للخضره وضعته قبل وضفت عليه شويه ديال الملحه باش البيض كيجينا مبنن شويه. صافي وغادي ندهن الصينيه كامل اولا العجين كامل، وكنبدا كنزين بالطريقه اللي بغيتو. الطريقه بالنسبه لهاد الحبوب ماشي ضروري تستعملوا هاد الحبوب كلهم، تقدروا تستعملوا غير شكل واحد اولا جوج، ولا كتستعملوا اي حاجه كتفضلوها بالنسبه للزين ديال الصابلي. بالنسبه لهاد الشكل المربع غادي نختار نزينو بالزريعه الخضراء واللوز ايفيلي والبافو. هنا تناخذ الحبات ديال الزريعه وتنزينو بهذا الشكل. بالنسبه لهاد الصابلي راه فيه شويه ديال الخدمه لان تنخدمو حبه بحبه. بالنسبه للوز ما ديروش ترشوا زعما مثلا كامل الطاوه، لانه ما غاديش يلصق لكم مزيان، وفي نفس الوقت كيضيع لينا اللوز ايفيلي. كنديرو غير بشويه، كنعطيوه الوقت حتى كنكملوا الكميه اللي بالنسبه اللي كيخدم بالخطر ديالو راه غيحصل على نتيجه اللي كتكون مرضيه. هنا غادي نكمل بهذا الشكل حتى كنكمل هذا الشكل الاول، ومن بعد نزين الشكل الثاني. بالنسبه للبافو هنا غادي ندير غير اللوز ايفيلي والزريعه، ومن بعد غادي نرش عليه الحبوب ديال البافو من الفوق، لانه كيكون ساهل ماشي بحال اللوز اولا الزريعه. ضروري ما كنثبتوها بيدينا وكنحاول نلصقوهم شويه على العجين باش من بعد ما كيطيبوا ما كيتهزوش من على الحبات ديال الصابلي وكيبقاو ثابتين. هنا كيف ما لاحظتوا خليت البافو هو الاخر ورشيته بهذا الشكل، كيجي ساهل حسن ما تبقاو ديروا حبه بحبه. وكما كتلاحظوا تنثبت بيدي باش كيبقى الحبوب ثابتين على العجين. وبنفس الطريقه بالنسبه للشكل الثاني اللي هو الشكل الدائري حتى هو تندهنوا بالبيض. بالنسبه للبيض ما كنكثروش البيض باش ما ينزلش لينا مع الجوانب ديال الصابلي، لان البيض كيتحرق وما غيجيش شكل زوين ديال الصابلي. بالنسبه لهذا الشكل كندير ليه الزريعه البيضاء كيف ما تلاحظوا بنفس الطريقه، كنحط شويه وتنوزعو، وكندير عليه البافو والزنجلان ابيض حتى هو تنثبتو بيدي باش كيبقى ثابت لينا على الصابلي وما كيتهش من بعد ما كيطيب. كيف ما تنحطوه كيف ما تيبقى، واخا غينزلوا شي حبات ماشي مشكل، المهم كيبقى ثابت على العجين اكثر. صافي وغادي نكمل بنفس الطريقه وكندخلوا الفرن. بالنسبه لطريقه الطياب بحال الصابلي العادي، يعني الصابلي اللي تيكون بالسكر كنطيبوا على نار اللي كتكون مهيله بزاف بحال الشمعه باش كيطيب لينا الصابلي مزيان من الداخل ومن على برا ومن الفوق، وكيجينا لون واحد وكيجي موحد في اللون، والطياب ديالو كيجي كله مقاد. وتيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الصابلي اللي حضرت معكم اليوم. كيف ما تلاحظوا كيجي مقاد في الطياب بحال الفوق بحال التحت، واللون ديالو كيجي كله مذهب ولون واحد. بالنسبه للحبوب ديال الزرارع كيف ما تلاحظوا راه كيبقاو ثابتين
هنا كنوريكم القطع ديال الصابلي من الداخل كيفاش كيجيو محمرين وكيجيو مقادين في الطيب. يعني صابلي ملي كنطيبوه على نار اللي كتكون مهيله راه كيطيب على خاطرو وكيطيب مزيان. واللوز ايفيلي كيف ما تلاحظوا والحبوب ديال الزريعه حتى هما تيتحمروا وكيجيو مقرمشين. بالنسبه للصابلي راه كيجي مرمل مقرمش والمذاق ديالو راه اكثر من رائع. كنتمنى فعلا انكم تجربوه لانه كيستحق التجربه. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. شكرا لكم بزاف على حسن المتابعه والتشجيع. الى اللقاء.